غيابات النادي الأهلي أمام الزمالك إن شاء الله، المباراة اللي ستقام يوم الثلاث الجاي. أولهم كده عمر الساعي اللي هتحط عليه مليون علامة استفهام. خروج عمر الساعي من القايمة لأسباب فنية، لازم يا عمر تعيد حساباتك تاني وتعرف هم اشتروك ليه. ده أولا. خالد عبد الفتاح أسباب فنية، وأعتقد إن جماهير الأهلي هتبقى فرحانة جدا إن خالد عبد الفتاح مش هيلعب. سمير محمد برضو أسباب فنية. مصطفى مخلوف نفس الكلام، أسباب فنية. هنا جماهير الأهلي زعلانة شوية. محمد مجدي قفشة خروجه لأسباب فنية، لا ده خروجه بقى للإصابة. اتصاب امتى واتصاب ازاي الله أعلم. المهم ان هو خرج للإصابة، وجماهير الأهلي زعلانة لأن مجدي قفشة صراحة لاعب مؤثر جدا في أرض الملعب، ولاعب بيوجد حلول ما بتبقاش موجودة عند لعيبة كتير في النادي الأهلي. ياسر إبراهيم للإصابة. علي معلول لعدم الجاهزية لغاية دلوقتي، ودي حط عليها علامة استفهام كبيرة قوي. طاهر محمد طاهر للإصابة، ويحيى عطية الله برضو للإصابة بنسبة كبيرة. برضو يحيى عطية الله الأهلي مش هيفعل بند الشراء بتاعه، معرفش ليه. هل في بديل ليه؟ طيب هل الأهلي بيفوض حد؟ الله أعلم. دي كانت غيابات النادي الأهلي أمام الزمالك في المباراة اللي ستتقام يوم الثلاث إن شاء الله.